نصلي على الرسول ونشوف صاحبة قصة المرة دي بتقول ايه. بتقول انا وجوزي متجوزين علاقة اهل ببعض، هو قريبي من بعيد وكان عجبهم الشاب ورشحوه ليا، وهو كان كويس وقلنا تمام واتجوزنا. بعد ما اتجوزنا حسيت ان هو ما بيفهمش اي حاجة خالص في دنيته، ولا عارف يعني ايه يعامل ست، ولا عارف يعني ايه يهتم بيا، ولا عارف يعني ايه يقول كلمة حلوة. لقيته طول الوقت بيقول كلام غريب قدام اهلي وقدام اصحابه، ما بيميزش يعني ايه كلمة تتقال وكلمة ما تتقالش، بيدب في الكلام وخلاص. وبحس ان هو في اوقات كده ما بيعرفش يقول كلمة حلوة، ما بيعرفش يعيش لحظة رومانسية. حاسة ان انا حياتي ناقصة معاه، مش مكتفية بيه. حاسة ان انا طول الوقت مخنوقة، ودايما ببص لصحابي والاقي معاملتهم مع متجوزين وحياتهم كويسة جدا، وانا اللي دايما عندي حاجة ناقصة. ببص لتصرفاتهم وبقارن بتصرفاته، بقول يمكن هما في الاول كده لكن بالعكس بلاقي عكس ده خالص. المهم عدت الايام وجه واحد صاحبه لبيتنا، كنت اول مرة اعرفه واتعرف عليه. صاحبه ده كان هو اقرب حد لي، كان طول الوقت معاه، كان طول الوقت خارج هو هما الاتنين سوا. وفي يوم من الأيام جت الصدفة واتكلمت أنا وهو، لقيته عكس جوزي خالص. كل حاجة أنا كنت بتمناها تكون في جوزي لقيتها فيه. حسيت إن هو بني آدم قريب مني، وبعرف أتكلم معاه وبعرف أتناقش معاه، بيتكلم كلام حلو، كلامه دايما معقول. حسيت إن فيه كل مواصفات الراجل اللي أنا بدور عليه. حاولت مع جوزي اعدله واحدة واتنين وتلاتة، احاول ان انا افهمه واخليه ياخد باله، اقول له حسن طريقتك، اقول له اتكلم ازاي، اقول له اتعامل معايا ازاي. لكن هو ما كانش بيسمعني، كل اللي كان عليه ماشي بطريقته بس. وفي يوم جه صاحبه عندنا، وكان صاحبه من مكان بعيد، ما كانش يقدر يرجع في نفس اليوم. واليوم ده قرر ان هو يبات عندنا. في نفس اليوم ده جه ظروف، اخو جوزي تعب وخدوه راحوا المستشفى، واضطر ان هو يقعد لوحده في البيت ومرضيش يخليه يمشي. قال له لا ما تمشيش، خليك هنا، ده بيت اخوك وما تمشيش من هنا، خليك، انا جاي على طول هشوف اخويا وراجع على طول. وفعلا الوقت ده كنا صاحيين كلنا وقعدنا اتكلمنا سوا. حسيت انه اقرب حد ليا، حسيت ان انا بتكلم معاه بكون مرتاحة وبكون مطمنة. حسيت ان هو فعلا هو ده البني ادم اللي بدور عليه. ومن هنا جت المشكلة، ان انا اتعودت ان انا اشوفه كل يوم، وهو كمان حس بده، حس ان انا طول الوقت عاوزة اشوفه، حس ان انا طول الوقت بدور عليه. فقررت ان هو كمان احنا نكون صحاب، لان هو كده كده صاحب جوزي. وصحاب بمعنى ان انا نتكلم، يسمع مشاكلي اسمع مشاكله، واحده واحده بقينا قريبين من بعض جدا، لدرجه ان انا بقيت اغير عليه. لما الاقيه بيتكلم مع حد بقيت اتضايق، وهو نفس الوضع. لما مجرد ان انا يحس ان جوزي موجود في البيت او حزن صوته جنبي، هو كمان بيبقى متضايق. وخلاص علاقتنا اتطورت على كده، وفعلا بدأت احبه. ودلوقتي بدأ يحصل بينا شوية تجاوزات، أنا مستحرمة إن ده يحصل بيني وبينه، بس مش عارفة أوقف نفسي عشان خاطر أنا فعلا حبيته ومتعلقة بيه قوي، ومش عارفة أعمل إيه. أوقف نفسي إزاي، أتطلق من جوزي ولا أكمل معاه ولا أطلعه من حياتي؟ جوزي بالنسبة لي كل حاجة فيه ناقصة، لكن ده بالنسبة لي حاسة إن كل حاجة فيه كويسة. وهو كمان رغم ان احنا كان كلامنا قليل مع بعض في الاول، الا انه حسيته انه بني ادم محترم، ويقدر ان هو يؤتمن عليا، ويقدر ان هو يخاف عليا. بس يا ترى هيشوفني بأنا عين مرات صاحبه الخاينة ولا عين حبيبته؟